حاجة تفرح. شاب عمره 23 سنة دوب اشتغل وظيفته، له 2 سنين اشتغل دوب وكون فلوسه من 4 أخوات، له 4 بنات. جوازه يوم الجمعة، وزعوا كروت الأفراح واتفقوا مع قصر الأفراح، وأبوه قال له هذا اللقزس مفتاح وتاخذه في ليلة جوازك تتمشى فيه أنت وعروستك. كل شيء جاهز للفرح. عشان أثبت لكم إنه ملك الموت ما يديك مهلة. الآن ملك الموت فوق راسنا كلنا، يستنى الإذن من الله سبحانه وتعالى، يقول كن فيكون. ما يعرف لا كبير ولا صغير ولا غني ولا فقير. جاء من العمل حقه، فأمه تقول له تعال اتغدى يا ولدي. قال له يا أمه ما أبغى أتغدى، لكن قوميني قبل صلاة العصر، أبغى عندي فريق كورة، أنا رئيس الفريق بيلعب كورة، أبغى أروح ألعب كورة فريق. طيب نلعب كورة. قال طيب. صحته باختصار عشان الوقت، راح لعب كورة. قبل ما ينتهي المباراة ب10 دقائق قال لهم وقفوا. إيش في يا فلان 10 دقائق نحن مغلوبين، يمكن نجيب في ال5 دقائق هدف. إلا ما 10 دقائق دي 5 دقائق نغير ونتروش، و5 دقائق نروح نسنن. المغرب حيأذن، متعلق قلبه في الصلاة. شاب ما أغرته الدنيا ولا المغريات. راحوا، تعرفوا أنتوا سياراتكم موقفين جنب الملعب، جاء عند السيارة وحط يده على السيارة وقال له خويه اللي في جنبه، قال له حاسس بنغزة في صدري، نغزة اديني موية. فجاب له ازازة الموية، فكها له اياها، وقبل يرفع الفم قال أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا هو على كبوت السيارة ميت. ولا شيء، ما في ولا ضربة. أعطاله قبل يحط الموية، فما ما مهله ملك الموت إنه يشرب الموية. قبل يرفعها قال أشهد أن لا إله إلا الله، وعلى كبوت السيارة ميت. شالوه دخلوه الفلة، الأم اتجننت. قال نزل لكم وهو ماشي على رجله، ما في لا سخونة ولا صداع ولا زكام، وجايبينه محمول على الأكتاف. اتصلت فيه الأم قالت لي شيخ باك تيجي تغسله وتخلي لنا هو لغاية ثاني يوم، عشان زوجته جاية من الدولة هذه اللي كان فيه تبغى تشوفه قبل لا تدفنه. شوفوا الشاهد يا أخوان. دخلت له تحت في الغرفة حقته بلبسه الترنج حق الرياض، حتى الشراب ما خلعوا منه. كشفت الشرشف عليه، منظر الله لا يوريكم. 23 سنة، وجهه أبيض مبتسم يضحك. شفتوا ميت يضحك؟ شفتوا ميت يضحك يبتسم؟ اللي يشوفوا فيكم في صورته يقول يا شيخ أبد أنت كذاب، هذا مو ميت، هذا نايم. غسلته وجهزته، دخلته المقلط وجالسين عشان نستنى. خليت وجهه مكشوف وأسمع من الدور الثاني دب دب كأنه في مصارعة فوق. أنا انفجعنا، كل اللي جالسين في المجلس انفجعنا. وتنزل أمه مسكينة، أما قالوا لها خلاص المغسل غلق والآن، فافتكرت إنه حرين ندفنه ما حنجلس، وما شافته تبغى تشوفه. وتنزل تجري كاشفة الوجه، عاري الوجه، لا شافت الناس الموجودين في المقلط ولا تيجي ولدها ممدود على الكفن وتمسكه معاه الكفن حقه، تمسكه من هنا، تمسك ولدها وتخض خد، تقول له قوم قوم انت ما انت ميت، قوم. وهي تبكي تقول له قوم انت ما انت ميت، السيارة جاهزة، عروستك جاهزة، وزعنا الكروت، كروت الأفراح، اتفقنا مع الطباخ مع قصر الأفراح، كل هذه جاهزة، قوم. وهي تبكي، خلى كل الموجودين يبكوا. منظر تخيل تمسكه. ووصل بها إنها ما مصدقة إن ولدها ميت، ضربته كف. مو كفوف اللي تضربوها مع بعضكم، قالت له كده تبى تتأكد إنه صاحي ولا نايم. فجيت قلت لها يمه ولدك الآن في موضع الشفقة والرحمة، أدعي له، يحتاج للدعاء. قالت لي ما تعرف شيء يا شيخ،
ما تعرف شيء، نزل برجله الاثنين وطلعوا جبال هو على 4. تقول ولدي بيكذب عليكم، ما هو ميت، هذا نايم. جاء أخوها وحط شماغه عليها ودخلها جوا. جيت في أول يوم في العزاء جلست زي المعزين، إيش يقول لي الأب حزنان أكثر شيء لأنه ولده الوحيد، وما هي أول قصة تصير، يمكن 10 مرات. إيش يقول الأب؟ يقول يا شيخ أنا ما أبكي على موت ولدي، ربنا أعطاني إياه وربنا أخذه، ليش تبكي أجل وليش تعز عليه؟ قال أبكي لأني فقدت رضا الوالدين. من فين اشتري رضا الوالدين؟ هذا ولدي كان راضي علي، كان راضي علي وعلى أمه، استناني عند باب الحمام أكرمكم الله مع الحذاء مع الفوطة، ويما اللي يقول يحطه على كتفه، وهذه أمه يما تقول لي ولدي عندي صداع يسيب عمل ويشيلها يوديها، ما يخرج يروح العمل إلا يجي يسلم على رأس أمه على يدها، ويجي من العمل قبل لا يخلع ملابسه يسلم على يد أبوه ويكسل. هل فيكم واحد يسوي كده؟ هل فيكم واحد يسوي كده؟ أنا داخل المسجد وما داخل معي أب وولده بيلعب كورة، يا فلان ما سمعت الأذان؟ قال له طيب يا يبا. دخل الأب وتوضى ودخلنا على المسجد، نزلنا سونا، دخل وولده لا زال يلعب. يا فلان باسمه طبعا ما نقول اسمه، يا فلان الإقامة قام الصلاة. تعرف ايش يرد عليه الولد؟ لو ولدي كان خمسته. لا تقل لهم أف، ما ترفع صوتك على أبوك، ما ترفع عينك ويكلمك، من الأدب من رضا الوالدين. ايش يقول له؟ يقول له خلاص يابا سمعتك، الصلاة ما هي بطايرة، الصلاة ما هي بطايرة، لكن الكورة اللي بيلعبها هي اللي طايرة. أسأل الله لي ولكم حسن الخاتم. الوقت ليس في متسعنا، كان ودي أن أذكر الكثير من الحالات، لكن اللي يبغى يستمع كلكم معكم جوالات اللي يسموها الحديثة دي اللي فيها النت وفي هذا، خش على اليوتيوب، خش على جوجل أي بحث واكتب اسمي عباس بتاوي، باتا ألف واو ياء. اللي يقدر اللي شاف اللي يسمع حلقات اليوم هذه كلها وشافها، إذا قدر ينام يتصل به. أسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.